أهلا بيكم في شرح جديد. النهاردة هنتكلم في موضوع لذيذ قوي. إزاي نتكلم بالألماني عن أحلامنا وأمنياتنا والحاجات اللي بنقول عليها يا ريت لو أو ماذا لو. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. خلينا نبدأ بسؤال صغير كده عشان يسخن معانا. تخيلوا معايا لو فجأة بقى معاكوا 3 أسابيع إجازة فاضيين تماما، هتروحوا فين؟ هتسافروا تعملوا إيه؟ فكروا كده في الإجابة عشان هنرجع لها كمان شوية. طيب، أول حاجة هنتكلم فيها هي إزاي نقول إننا حققنا أمنية، يعني حلم كان نفسنا فيه قوي وبقى حقيقة. في تعبير ألماني لطيف قوي بيوصف الحالة دي. التعبير ده هو sich einen Wunsch erfüllen. لو ترجمناه حرفيا معناه يحقق أمنية لنفسه. كلمة sich دي مهمة قوي لأنها بتخلي الفعل يرجع للشخص نفسه، كأنك بتقول أنا اللي عملت ده لنفسي، أنا اللي حققت الحلم ده ليا. وهنا مثال عملي يوضح الفكرة. الجملة دي معناها برحلتي للهند أنا حققت لنفسي أمنية. يعني الشخص ده كان بيحلم يسافر الهند، ولما أخيراً سافر فهو بكده عمل erfüllt sich einen Wunsch. وركزوا معايا هنا في الضمير مير، ده ضمير انعكاسي بيعود على الفاعل اللي هو إيش، يعني أنا. فالجملة كأنها بتقول أنا حققت لنفسي أمنية، وده بيأكد قد إيه الموضوع شخصي ومهم بالنسبة للي بيتكلم. تمام؟ ده لو الأمنية اتحققت. طيب لو لسه بنحلم بيها، إزاي نقول أنا بحلم بكذا؟ بسيطة جدا، تعالوا نشوف. الجملة واضحة ومباشرة. الفعل الأساسي هو تخويمن اللي معناه يحلم، فبنقول إيش تخويمة يعني أنا بحلم. لكن الأهم من الفعل نفسه هو الكلمة الصغيرة اللي بتيجي بعده. ودي القاعدة الذهبية اللي لازم نحفظها صم. لما بنستخدم الفعل träumen بمعنى يحلم به، لازم يجي وراه حرف الجر فون، والاسم اللي بيجي بعد فون لازم يكون في حالة الداتف. دي قاعدة ثابتة كده من غير أي استثناءات. ودي أمثلة تانية عشان نثبت القاعدة. في المثال الأول von einem Urlaub، وفي التاني برضو von einem Urlaub. حتى لما غيرنا الفاعل وخليناه سيرو، القاعدة فضلت زي ما هي träumen von، والكلمة اللي بعدها في الداتف. ودلوقتي بقى وصلنا للجزء الأهم والأمتع في شرح النهاردة، الأداة السحرية في اللغة الألمانية اللي بتخلينا نتكلم عن الافتراضات، عن الأحلام، عن الحاجات اللي مش حقيقية، يعني لغة الماذا لو أو الياريت. الألمان عندهم صيغة كاملة في اللغة مخصصة للحالات دي، اسمها الكونجنكتيف 2. دي زي ما تقولوا كده مود الخيال في اللغة. بنستخدمها لما نتكلم عن أمنية أو افتراض أو حتى نصيحة. لما تتقنها مستواك في الألماني بيروح في حتة تانية خالص. وعشان نبني جمل في الصيغة دي، في 3 أفعال هم مفتاح كل حاجة. الأول هو هيته، وده بنستخدمه عشان نقول لو كان عندي. التاني هو فيرا، وده عشان نقول لو كنت. والتالت هو فيرد، وده بنستخدمه عشان نقول كنت هعمل أي فعل تاني. بصوا على المثال ده. Ich würde nach Brasilien reisen. ده معناه كنت هسافر البرازيل. طيب، هل أنا سافرت؟ لا. هل أنا مسافر دلوقتي؟ برضو لا. ده كله مجرد افتراض أو أمنية في الخيال. كلمة würde هي اللي بتعمل جو الافتراض ده. طيب، إزاي نربط الشرط بالنتيجة؟ يعني إزاي نقول جملة كاملة زي لو كان عندي فلوس كنت هسافر؟ الموضوع ليه تركيبة بسيطة ومنطقية جدا. هي دي الخطوات بكل بساطة. أول حاجة بنبدأ الجملة بفين اللي معناها لو. تاني حاجة بنحط الشرط بتاعنا، وغالبا بنستخدم فيه يا هيت يا فيري. تالت حاجة الجزء التاني من الجملة اللي هو النتيجة، بنحط فيه فيرد، وبنرمي الفعل الأصلي في آخر الجملة خالص. وده بقى تطبيق عملي على الخطوات دي. بصوا الجملة متركبة ازاي. بدأنا بفان اشتراي فوخن اويلا وبحيتا، ده الشرط، واستخدمنا هيتا عشان بنتكلم عن امتلاك وقت. طيب ايه النتيجة؟ würde ich in die Berge fahren، كنت هطلع على الجبال. شايفين السلاسة؟ ومثال كمان عشان نثبت الفكرة. wenn ich Zeit hätte، يا لو كان عندي وقت. مرة تانية بنستخدم هيتا عشان الوقت ده حاجة بنمتلكها. طب والنتيجة الحالمة ايه؟ würde ich in die Schweiz fahren، كنت هسافر سويسرا على طول. سهلة صح؟ طب نغير شوية. لو الشرط مش عن حاجة بنملكها لكن عن حالتنا، زي لما بنقول لو كنت، هنا بقى بيظهر البطل التاني بتاعنا wäre. wenn ich reich wäre، لو كنت غني. دي حالة أو صفة مش امتلاك. أما النتيجة فتركيبتها ثابتة زي ما اتفقنا. würde ich eine Weltreise machen، كنت هلف العالم كله. ممتاز جدا. بكده نكون غطينا أهم النقط في كلام الأحلام والافتراضات. تعالوا نلخص اللي قلناه بسرعة، وبعدين في واجب صغير عشان نطبق اللي اتعلمناه. إذن الخلاصة بتاعت الليلة دي كلها، لما نتكلم عن أمنية أو افتراض لو الشرط فيه امتلاك حاجة زي وقت أو فلوس نستخدم هيته. لو الشرط فيه صفة أو حالة زي غني أو موجود في مكان نستخدم فيري.
وجواب الشرط أو النتيجة بنستخدم würde ومعاها الفعل الأصلي في آخر الجملة. ودلوقتي جه دوركم. الواجب بتاع النهارده هو سؤال للكل. السؤال بالألماني بيقول Wenn du reich wärst, was würdest du machen؟ يعني لو كنت غني كنت هتعمل إيه؟ عايز أشوف إبداعاتكم وأحلامكم في التعليقات تحت. وفي الآخر لو الشرح ده كان مفيد وعجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. شكرا لكم جدا وأشوفكم في الشرح الجاي.